بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالطلبة والطالبات المقبلين على امتحانات التربية والتكوين في أول فيديو من دروس المقدمة في مادة علوم التربية. سنتطرق في هذا الفيديو للميثاق الوطني للتربية والتكوين، وسنركز على تعريف مبسط للميثاق الوطني للتربية والتكوين وعلى العوامل التي أدت إلى ضرورة الإصلاح، بالإضافة إلى المبادئ الأساسية، على أن نتناول في الفيديو الثاني مجالات التجديد الستة ودعامات التغيير. الميثاق الوطني للتربية والتكوين هو منظومة إصلاحية تضم مجموعة من المكونات والآليات والمعايير الصالحة لتغيير نظامنا التعليمي والتربوي وتجديده على جميع الأصعدة والمستويات. إذن هو منظومة إصلاحية. هناك من يعرف الميثاق الوطني للتربية والتكوين بأنه دستور الإصلاح التربوي والنظام التعليمي في المغرب الجديد، بمعنى أنه دستور يضم مجموعة من القوانين لتغيير وتجديد وإصلاح نظامنا التعليمي. هذا التعريف يحيلنا على مفهوم أو مفهومي الإصلاح والتجديد. فالإصلاح هو جملة التغييرات التي يتم إدخالها على نظام ما، والتي تجعله قادرا على الاستجابة لمتطلبات المجتمع جزئيا أو كليا. والتجديد هو عملية إبداع وإنتاج شيء أو فكرة جديدة، أو التوليف بين أشياء موجودة من قبل توليفا جديدا. السياق العام للإصلاح التربوي: تضافرت مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية فأدت إلى ضرورة إصلاح نظام التربية والتكوين. تتلخص العوامل الداخلية في تضمر مختلف عناصر المنظومة التعليمية. ونقصد بالمنظومة التعليمية الإدارة والمدرسين، كذلك استياء الآباء من الوضعية المتأزمة للمدرسة المغربية العمومية بصفة خاصة، ونظرا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المزرية المصاحبة لأزمة التربية والتعليم، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها تراكم المحاولات الفاشلة لإصلاح المنظومة التربوية. أما بالنسبة للعوامل الخارجية فتتلخص في التحديات الكبرى الناتجة عن الحداثة وعولمة الاقتصاد والمعرفة. فجاء الميثاق لتمكين المدرسة المغربية من رفع هذه التحديات. أيضا جاء الميثاق الوطني بغية مسايرة التحولات في مختلف المجالات سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا واجتماعيا. كذلك استشراف الألفية الثالثة والتطلع إلى موارد بشرية ذات كفاءات محددة. يتضمن الميثاق الوطني للتربية والتكوين قسمين. القسم الأول يحمل عنوان المبادئ الأساسية، والقسم الثاني مجالات التجديد ودعامات التغيير. تتألف المبادئ الأساسية من المرتكزات الثابتة لنظام التربية والتكوين، والغايات الكبرى، وحقوق وواجبات كل الشركاء، ثم التعبئة الوطنية لإنجاح الإصلاح. يستند
الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى مجموعة من المرتكزات الثابتة كالاهتداء بالعقيدة الإسلامية والروح الوطنية، تشبع بالثوابت الوطنية، التوفيق بين الأصالة والمعاصرة، السعي بالمغرب نحو امتلاك ناصية المعرفة والتكنولوجيا الحديثة. أما عن الغايات الكبرى فتتمثل في جعل المتعلم محور الإصلاح والتغيير عن طريق رفع مستواه التحصيلي والمعرفي والمهاري. العمل على تكوين أطر مستقبلية مؤهلة ومؤطرة كفء قادرة على الإبداع والتجديد وتنمية البلاد. ثم جعل المدرسة المغربية مدرسة منفتحة سعيدة مفعمة بالحياة والتنشيط، وجعل الجامعة كذلك جامعة منفتحة وقاطرة للتنمية. حقوق وواجبات كل الشركاء. بالنسبة للحقوق فينص الميثاق على المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أمامهم، وحق الجميع في التعليم إناثا وذكورا سواء في البوادي أو الحواضر، وعلى المربين الواجبات والمسؤوليات المرتبطة بمهمتهم، وفي مقدمتها جعل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار، إعطاء المتعلمين المثال والقدوة في المظهر والسلوك والاجتهاد، التكوين المستمر والمستديم، التزام الموضوعية والإنصاف في التقويمات والامتحانات، ومعاملة الجميع على قدم المساواة.